بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ومحاضرة جديدة، كورس الاجر ادمنستريتور الاكزام AZ 104. بدأنا من فترة الكورس وخلصنا الاكتيف دايركتوري والاجر اكتيف دايركتوري ودخلنا على الستورج وكملنا في الستورج وحاليا في البلوب ستورج، وهنكمل مع بعض الجزء اللي احنا بدأناه قبل كده. اي استفسارات اكتبوها تحت في الكومنتس. اي حد عايز يتواصل معايا مباشرة تقدروا تتواصلوا معايا على وسائل التواصل اللي موجودة تحت في الفيديو او في الكلام اللي انا حاطه في الصورة الرئيسية بتاعة القناة موجودة، او على لينكد ان او على الفيسبوك او اي حاجة من وسائل التواصل. والناس اللي بتسأل على الكورسات الاونلاين المتاحة، في ليها مواعيد محطوطة، وفي كورسات بدأنا بيها بالفعل، وفي كورسات هتبدأ في الفترة الجاية. اللي عايز يستفسر على اي كورس والتكلفة بتاعته تكلفة تعتبر رمزية جدا، يعني للي حابب ان احنا نتابع مع بعض في كورسات اونلاين يقدر يتواصل معايا مباشرة على الرقم او على رسائل البيج او على الاكونت بتاع لينكد ان او على اكونت الفيسبوك. واي سؤال في الحاجات اللي فاتت او اي مشكله او اي فيديو حابين ان احنا ندردش فيه ونتكلم مع بعض فيه اكتبوه تحت في الكومنتس، وانا تحت امركم باذن الله. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونسال الله لنا ولكم القبول والتوفيق باذن الله. المحاضره النهارده هنتكلم على البلوب اكسس تير. طبعا احنا اتكلمنا على الستورج والستورج اكاونت، ودخلنا في الجزء بتاع البلوب ستورج اللي بنحط فيه الداتا بتاعتنا، سواء فيديو سواء اوديو سواء ملفات تكست سواء unstructured data سواء ملفات وورد اكسل PDF، اي حاجه من الحاجات دي كلها، كل ده نقدر نحطه في البلوب ستورج. في هنا بقى عندي الاكسس تير او المستويات بتاعه الوصول. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا طبعا بعد كده في القصه بتاعه الكوست. فانا عندي هنا هو بيقول لك انا عندي 3 اكسس تير، عندي زي ما انتم شايفين كده الهوت تير والكول تير والاركايف. هوت كول اركايف. طيب باختصار شديد عشان الناس تفهم بس والموضوع ما يبقاش صعب والكلام تحسوه مكلكع كده. الهوت تير دي بالظبط كده بنحطها للبيانات اللي عليها باستمرار اكسس وطلب على طول يوميا، كل ساعة حد بيدخل يقرا من البيانات دي، كل ساعتين حد بيدخل يأكسس الداتا دي، كل يوم حد بيدخل يأكسس الداتا دي. فدي الداتا عليها اكسس، سواء ريد اند رايت او ريد اونلي او رايت، كل الكلام دوت نعتبره هوت تير. يعني حضرتك حاطط ملفات الناس بتأكسسها، ملفات وورد، ملفات اكسل، ملفات فيديو الناس بتعمل لها ستريم على طول باستمرار، ملفات اوديو، في ملفات PDF الناس تدخل تقراها، الناس بتداونلودها. كل الكلام ده انت بتبص على الريبورتس بتاعتك بتلاقي ان الاكسسنج تير بتاعها عالي، فده لازم يتحط في الهوت تير لكذا سبب. الليتنسي او البطء في الريتريفنج للداتا على الهوت تير اعلى. يعني انا ما ينفعش احط ملفات بتاكسس باستمرار على الهوت تير او على الاركايف تير، هتلاقي الليتنسي بتاعتها البطء شديد جدا في ريتريفنج للداتا. فده الهوت تير ده افضل واحد واغلى واحد على اساس ان الداتا دي على طول في عليها اكسسنج باستمرار. النوع الثاني اللي هو كول تير. كول تير هو باختصار بيقول لك هنا the tier is intended for data that remained in cool tier for at least 30 يوم. يعني ايه؟ يا فندم بيقول لك هو انت دلوقتي على الاقل خالص في المستوى ده متخصص للبيانات اللي هي موجوده في الكول تير لمده 30 يوم على الاقل. محدش بيستخدمها، نادرا لما حد بيستخدمها، زي مثلا البيانات بتاعه النسخ الاحتياطيه، مثلا الحاجات بتاعه الريكفري، كل الكلام ده نقدر نحطه، والديزاستر ريكفري والكلام ده كله ده، والداتا سيتس الحاجات القديمه الاولدر ميديا، كل الكلام ده نقدر نحطه في الكول تير اللي الناس مثلا بتاكسسه كل 30 يوم مثلا او اي حاجه. هو بيديك طبعا مثال مش شرط يعني، ولكن ده بيقول لك ده البيست براكتس للموضوع. يعني الناس الداتا مش بنأكسسها على طول باستمرار نقدر نحطها في الكول تير. التير الاخير اللي هو اركايف تير، وده من اسمه الداتا اللي بتترمي ومحدش بيستخدمها، بحوالي مثلا ادي 180 يعني 6 شهور محدش يستخدم الداتا دي، فنحطها في الاركايف داتا. الاركايف داتا بقى بتفرق في ان هي رخيصه شويه، الداتا بتاعتها بتترمي بتبقى موجوده بعيد محدش بيستخدمها نادرا. لما تعوز تعمل عليها ريتريفنج، الريتريف بياخد وقت كبير شويه في ريتريفنج للداتا. هنا بقى تحت كده يبقى انا عندي هوت
وكول واركايف. في الغالب اي حاجه ليها علاقه بالداتا هتلاقي هوت وكول واركايف برضو. طبعا هنا بيقول لك الكومباريزون اكسس تير بين الهوت والكول والاركايف. الافيلابيلتي 99.9، هنا 99 في الكول، هنا الافيلابيلتي في الاركايف طبعا ده اوف لاين. الافيلابيلتي ريدندنت ريد اكسس جيو ريدندنت ستورج ريد 99.99، وهنا 99.9، وهنا اوف لاين. الليتنسي تايم الملي سكند وهنا اورز. هنا بيقول لك المينيمم ستورج ديوريشن، المينيمم ستورج ديوريشن هنا اللي هو الداتا تبقى موجوده قد ايه. هنا بيقول لك في الجزء اللي هو الخاص بالهوت تير احنا بنتكلم في ان هي الداتا على طول باستمرار متاكسسه، ده بيقول لك 30 يوم، وده بيقول لك ان انت عندك ده 180 يوم. اليوسجز كوست ده بيقول لك تكاليف التخزين بتاعه الهوت تير اعلى طبعا، وتكليف معاملات وصول دي طبعا الترانزاكشن اقل طبعا، يعني انت بتوصل بسهوله وبسرعه ولكن التكلفه اعلى. هنا بيقول لك تكاليف التخزين بتاعتك هنا اللور ستورج كوست قليله، ولكن الهاير اكسس دي تكاليف معالجات الوصول بتوصل لها بشكل اعلى شويه، في الكوست بتاعها اقل ولكن الترانزاكشنز بتاعها تكلفته عشان توصل له بيبقى اعلى شويه. لكن الاركايف بقى هنا بيقول لك دي اقل تكاليف في الكوست، وهنا اعلى تكاليف شويه في الوصول ان انت تاكسس الداتا الاركايف، وده نادرا لما بتروح لها. بناء على الكلام ده انت حضرتك بناء على البيزنس بتاعك انت بتحدد الاكسسنج بتاعك. الاكسسنج بتاعك بناء على ايه؟ ان انت لما بتيجي حضرتك تكرييت البلوب ستورج فبيقول لك اديني الاكسس تير بتاعك ايه. طب هو انا اللي عملت الاكسس تير ده دلوقتي عملته هوت، هيفضل طول عمره هوت؟ لا خالص، هنقدر ناكسسه ونقدر نعدله ونقدر نخليه من هوت لكول ومن كول لاركايف. وزي ما هنشوف كمان من شويه ان انت تقدر تخلي الموضوع ده بشكل اوتوماتيك يتم، ان انت تقدر تحط زي رول ان لما يحصل اي حاجه معينه، الداتا مثلا اخر استخدام للداتا مثلا كان بقاله 5-6 شهور مثلا، فده وديه للاركايف قعد 30 يوم ما حدش يستخدمه، ده حطه في اللي هو الكول تير. زي ما انت عايز تقدر تتحكم في القصص دي. طيب وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو اللايف سايكل رول. اللايف سايكل رول دي ان انت بتحط زي دوره حياه للبلوب بتاعك بناء على ايه؟ بناء على الاستخدامات بتاعتك. طيب انت ممكن تحط الداتا من الهوت للكول للاركايف زي ما انت عايز تكتمايز، ممكن تديليت للبلوب كله اصلا، يعني انت تعمل لها حذف كله. تقدر تحدد الشروط بناء على ايه؟ بناء على البيزنس سيناريو بتاعك والافضل للدنيا بتاعتك. يعني هنا مثلا بيقول لك هنا الرول بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن اف ذن، يعني لو حصل كذا نفذ كذا. قاعده اف المشهوره بتاعتنا زي ما انتم شايفين تحت كده، وهنشوف لها لاب عملي بالتفصيل ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي او اللي بعديه. هنا بيقول لك ان انت تقدر تحط هنا اف ذن، وهنا في البلوك كونديشن هنا بيقول لك هنا بقى ايه؟ اف لاست موديفايد، تقدر تحط له هنا ايه؟ الفاليو بيلي مور ذان دايز اجو، يعني انا اقدر احط له مثلا هنا 30 يوم. طب 30 يوم اعمل ايه بقى؟ مثلا 30 يوم طلعه للكول. طب افرض انا عايز يا باشا 30 يوم دي يطلع على طول دايركت على الاركايف، خلاص هتقول له موف تو اركايف. طب لو حد ما استخدمش الداتا دي لاست موديفايد، اخر تعديل حصل عليها كان مثلا من 60 يوم، اقدر اقول له ديليت. انا بالنسبه لي البيزنس بتاعي بيقول لو الداتا ما حصلش عليها اكسس لمده شهرين دي تتدلت، فده اوتوماتيك الرول دي هتطبق على الداتا اللي موجوده عندك على البلوب ستورج. فانت كده مش هتضطر ان انت كل شويه تروح تعدل الكلام دوت. فانت عندك هنا موف ان انت بتنقل للكول، دي الفين بتاعتك هنا، وان انت تعمل موف للاركايف او تدليت، لان انت بتديله عدد الايام اللاست اكسس للداتا، او الداتا دي اقل فتره حد اكسسها، بعد مثلا 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 40 يوم حولها لي للكول، او بعد ال 40 يوم دول حولها لي للستورج، او يا فندم بعد ال 40 يوم دول دلت لي خالص. انا البيزنس بتاعي بيقول ان الداتا بتاعتي دي لو عدت اكتر من 60 يوم ما حدش اكسسها اعمل لها ديليت. مين اللي بيحدد الكلام ده؟ حضرتك بالاشتراك مع البيزنس بتاعك. طيب بعد كده بيقول لك هنا الريبليكيشن. ايه بقى قصه الريبليكيشن دي او الريدندنتي؟ ان الداتا تبقى موجوده في اكتر من ريجن، زي ما اتكلمنا في الريبليكيشن بتاعه الستورج، وان انت يبقى في عندك ريدندنسي في اكتر من في نفس الداتا سنتر او في اكتر من داتا سنتر. هنا بقى بيقول لك ان انت البلوب كونتنت وعندك الميتا داتا والفيرجنز. عشان تعمل الريبليكيشن بتركز قوي قوي على الحاجات دي في السورس وفي الديستنيشن، ولازم تبقى عارفهم كويس جدا. الكونتنتس المحتوى ايه، والميتا داتا والبروبرتيز بتاعه البلوب، والفيرجنز اللي ايه موجوده. طيب
هنا لازم حضرتك تبقى عامل في حسابك الحاجات دي في الريبليكيشن. الريبليكيشن دي بتبقى عايزه ايه؟ لازم يبقى الفيرجننج معمول لها انيبل. يعني هنا بيقول لك في الفيرجننج يبقى معمول له انيبل فين؟ في البوث، في الديستنيشن والسورس. يعني واحنا فاكرين لما جينا عملنا البلوب ستورج في الفيديو اللي فات وجينا بنكريت فانيبل فيرجننج. لو انت مش عامل انيبل فيرجننج مش هتقدر تعمل الريبليكيشن. الريبليكيشن doesn't support بلوب سناب شوت. يعني انت لو انت عامل سناب شوت، هو القصه بتاعت الريبليكيشن ده مش بتسبورت الايه؟ السناب شوت. الريبليكيشن object replication is supported when the source and destination accounts in hot or cool tier. يعني القصه بتاعت الريبليكيشن دي بتطبق في حاله الهوت اند كول تير اونلي. لو انت عندك اركايف مش هتقدر تعمل الريبليكيشن دي. كل دي شروط عشان تقدر تعمل الريبليكيشن عشان تزود الافيلابيلتي بتاعتك. طيب when you configure objects replication you create replication policy. انت بتعمل replication policy للأجر ستورج اكونت بتاعتك على الديستنيشن اكونت. الريبليكيشن بوليسي دي بيبقى جواها ايه؟ بيبقى جواها ورول او اكتر من الرولز اللي احنا اتكلمنا عليها وبتطبق. يبقى احنا عندنا عشان تعمل الريبليكيشن، الكلام اللي اتقال ده باختصار شديد كده، لازم يبقى انيبل الفيرجننج، مش بيسبورت السناب شوت، لازم تكون هوت او كول على الاقل، ما ينفعش تكون على الاركايف، وتقدر تعمل الريبليكيشن بوليسي اللي بيبقى جواها الرولز اللي احنا عملناها. وانت بتحط بقى في دماغك، لازم تراعي حاجات كده وانت بتحطها في دماغك وانت بتعمل الكونفيجريشن بتاعت الريبليكيشن على البلوب ستورج. لازم تحط في اعتبارك كده ان انت تقلل الوقت بتاع الانتقال ليتنسي ريدكشن، ان انت تقلل الوقت. كمان الكفاءه بتاعت الكمبيوتنج وورك لودز لازم تحط دماغك ده. الداتا ديستريبيوشن، توزيع البيانات، او القصه بالنسبه لك الكوست بنفيتس، ان انت لما تعمل كوست يبقى ليها بنفيتس مقابل ليها. عشان ما نطولش احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده بتاع اللي اتكلمنا فيه على البلوب ستورج. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. بعد كده ان شاء الله هيكون في لاب انتراكتيف مع القصه بتاعه البلوب ستورج ديت، وازاي نقدر نعمل ابلود للبلوب عن طريق الابلودنج تول الايزد كابي او الاجر داتا بوكس ديسك او الاجر. تقدر تعمل اجر امبورت واكسبورت، ازاي تقدر تعمل الكلام دوت هنشوفه بالتفصيل ان شاء الله في بعد كده، ونشوف بزنس سيناريو ليه في الفيديوهات اللي جايه. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. اي سؤال انا تحت امركم، تواصلوا معايا مع وسائل التواصل اللي موجوده تحت في الفيديو، تواصل على الخاص بالكورسات الاونلاين. تقدر حضرتك تبعت لي مباشره على الواتساب الرقم اللي هتلاقوه موجود قدامكم دلوقتي. اخر حاجه ما تنسوناش من صالح دعائكم، لا تنسونا من صالح دعائكم. توفيق للجميع باذن الله، ربنا يوفقكم جميعا يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.